بص بقى وعلي كده تعالى اقول لك على كام حاجه لازم تهتم وتاخد بالك منهم جدا جدا جدا. اول حاجه صحتك، لان انت من غير صحتك ما تسواش اي حاجه. معنى اصح صحتك هي اللي مدياك القوه والطاقه ان انت تكمل وتعمل كل اللي انت عايزه. تاني حاجه بقى، النجاح مش في يوم وليله. ما تتخيلش ان انت تنام وتصحى تلاقي نفسك ناجح، لا، النجاح محتاج سعي، محتاج استمراريه، محتاج حاجات كتير جدا عشان تنجح. تالت حاجه بقى، ما تسمعش اي حد وخلاص. ما تسمعش غير من حد انت عارف ان هو هيفيدك، او من حد واقع في نفس مشكلتك، مش من اي حد كده وخلاص. رابع حاجه بقى، ما تخليش التليفون هو اللي يتحكم فيك، لازم انت اللي تتحكم فيه. بمعنى ان انا ما امسكش اول ما اصحى مثلا الفيسبوك وافضل اقلب فيه واقعد مثلا بالثلاث 4 5 ساعات، والتليفون كده بمعنى اصح في الوقت ده اتغلب عليه. لا، احنا مش هنخلي التليفون يتغلب علينا، ده احنا اللي هنبدا نتغلب عليه. انت خلاص حاسس ان انت قعدت مثلا اخدت كفايتك بمعنى اصح منه، او شفت المسجات اللي جات لك ورديت عليها، خلاص كده مش لازم تقعد طول الوقت تقلب، تقعد طول الوقت تشوف، لا، ما تخليش التليفون يتحكم فيك. خامس حاجه بقى، انت تقدر او انت ما تقدرش، انت في الحالتين صح. شجع نفسك دايما، دايما لازم تدي لنفسك حافز ان انت تكمل، لان انت من غير تشجيعك لنفسك انت هتفقد الشغف وهتفقد الامل في كل حاجه. سادس حاجه بقى، ندمك على حاجه انت ما عملتهاش اكتر بكتير من ندمك انك عملتها وفشلت. يعني ايه؟ يعني ان انت تقول انا عايز اعمل كذا، بس لا انا عارف ان انا هفشل، بس انا ممكن اعمل كذا، بس لا برضه لا انا هفشل. بس فكره بقى ان انا اخدت خطوه انا عايز اعمل كذا ورحت عملت كذا، سواء فشلت او سواء نجحت فيها، فانت كده اخدت خطوه. انت كده في الحاله دي مش هتندم، لان انت في الحاله دي انت حاولت، طلعت اقصى ما عندك او بذلت اقصى جهد عندك عشان تعمل الحاجه الفلانيه، فلازم تحاول. حاجه كمان لازم تكونوا عارفينها، ان الخيارات الصعبه في الحياه بتعيشك حياه سهله، انما الخيارات السهله في الحياه بتعيشك حياه صعبه. يعني ايه؟ يعني ان انت مثلا لو خيروك ما بين ان انت تقعد في البيت ولا انت تنزل تشتغل، فانت اخترت ان انت تقعد في البيت، فدي اختيار سهل بس هتعيشك عيشه صعبه جدا، ان انت مش هتعرف تجيب اللي انت عايزه، مش هتعرف مثلا تلبي احتياجاتك. انما لو قارنوك برضو ما بين الشغل وما بين البيت وانت اخترت الشغل، فده اختيار صعب، ان انا كل يوم اصحى، كل يوم انزل، كل يوم ورايا مسؤوليات، ورايا التزامات، بس هتعيشك حياه سهله، ان انت هتعرف تلبي احتياجاتك، هتعرف تجيب اللي انت عايزه، هتعرف لو انت متجوز تلبي احتياجات عيالك وكل الحاجات دي. كمان لازم تشارك افكارك ومعلوماتك. يعني ايه؟ يعني فيد واستفيد بمعنى اصح، ان انت يكون عندك معلومه تقولها لحد من صحابك، تعملها فيديو على السوشيال ميديا، يعني هو ماشي بمبدا فيد واستفيد. صدقني المعلومه هتثبت في دماغك، الناس هتدعي لك، الناس هتستفاد منك، هتقول انت حد مؤثر. حاجه كمان هنقولها النهارده، ان مفيش حاجه اسمها بكره، لا تؤجل عمل اليوم للغد. انا عايز اعمل كذا النهارده، لا انا هعمله بكره بقى انا مكسل، لا تؤجل عمل اليوم للغد. معنى اصح بطل تسويف، الحاجه اللي انت هتعملها النهارده تضغط على نفسك وتيجي على نفسك، وانا هعملها النهارده، مش هنام او يومي مش هيخلص غير وانا عاملها. اخر حاجه بقى هنختم بيها الفيديو، انسى الاخطاء وافتكر الحاجات الحلوه اللي انت عملتها او الحاجات الصح اللي انت عملتها. الغلط خلاص غلط وعدى، مش هيبقى عدى كده وخلاص، لا لازم نتعلم منه. فانا لو وقعت في الغلط ده تاني انا اكيد هاخد بالي من كذا وكذا وكذا، بس انا خلاص الغلط اتعمل اتركن، انا هبص للحاجات التانية، هبص لقدام، هبص للنجاحات اللي انا عملتها. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.